الوقت اللي سينا في الرجاء تكفينا في واحد 1951. كان السي قادر جلال رحمه الله. عرفتي الرجاء كيفاش تبديتي؟ السبب ديالي في الرجاء هو السي عبد القادر جلال الله يرحمه، يعطى الجميع مؤسس وعطى الجميع وجرو. بحال اي رجاوي في الظرفيه الحاليه كتجيني لا نوستالجي الزمن الجميل، وانا كندندن بنويطات قدام ديال المكانه نغماتني هاد النويطه. الرجال وقت الاستقلال باب السلطان وبلدان زمان. مسرحت في مقارنة اللي يكون غير مدرتهاش، حيت بحال دوك الرجال عمرها نادرة في زماننا، وتعمقت كتر في تاريخ واحد منهم اللي داز في الظل ومشى في الظل، عبد القادر جلال. من الدروبة ديال كازا فين تولدوا اساطير كنستحضروا ذكرى رجل عظيم، واللي ما نقدروش نهضروا على تاريخ الرجا بلا ما نذكروه. رجل ضحى بدمه وماله على قبل الكيان، وهدفه الوحيد يعلي علام الخضراء باسم الكرة الوطنية. المرحوم عبد القادر جلال، رجل الظل الذي نسي تحت جدران الإهمال. تزاد عام 1922 بزنقة موحى وسعيد، تم الفقر والكفاح هما العملة الرسمية. المسيرة ديالو بدات مع فريق ايديال، الشغف خلاه لعب في بزاف ديال المراكز، لعب خط وسط حتى حارس مرمى، وخلاه داز من بزاف ديال الفراق، ولكن قلبه كان مؤمن بمشروع اكبر اللي هو تأسيس الرجا، نادي الشعب اللي غيبدل تاريخ كرة القدم المغربية. الحاج بالنسبه لفريق الرجاء كيفاش تاسس؟ كانوا مقاومين وممثلين. كان الحداوي كان كيمثل هو خوه، راه الحداوي راه باقي خوه. الحداوي باقي حسن الحداوي. اييه حسن. من بعد الفرقه ديال المسرح تكونت فرقه ديال الرجاء. كيفاش تكونت فرقه ديال الرجاء؟ انا بوحدي في درب سلطان، ما كاينش شي واحد اخر. اييه. ومن درب سلطان كنتي بوحدك السي الحاج؟ اييه سلطان في درب سلطان، وفعلا جمعنا المؤسسين منهم السي احمد السقلي، ومنهم الكادري، ومنهم الحاج بن دريس، ومنهم العشفوبي السي البعزاوي، كان سي معطي، وكان سي معطي بوعبيد. اييه بوعبيد. كان حميد الوطني، وكان سي عبد السلام المناني كيدفع عنا غير الحركه الوطنيه. عام 1949 شارك جلال في تأسيس الرجا مع رفاق النضال. ما كانش مجرد لاعب او مدرب، ولكن كان رجل اللي باع داره واملاكه وجلابته الفاخره من نوع شارك اللي كانت في ذاك الوقت بحال شي اديسيون ليميتي ديال شي دودون ستون ايلاند وقيتنا حنا، باش يولي عند الرجا تيران اللي هو الوزيز. عطى من جهدهم، ما كانش اللي يشد لك كونجي حتى حاجه، فلوسو ما كانوش ديالو، كانوا يصرفهم ويشريو التونيات وصبابط للدراري. ايوا الغالب الله بنتي. بلا شك كلنا حاسين بهذا الموقف فاش كتسمع ديك العباره ديال شنو كتعطيك الرجا. شي هاد العباره بالضبط كانت مواكبه مع عبد القادر جلال جميع مواقفه الرجوليه في طريق مصلحه الرجا، ويا ما قالوا ليه مسطي كيضيع فلوسه وجهده على الرجا، ولكن بوحدو اللي كان حاس بلي الرجا كيان ورمز للحريه والنضال في زمن الاستعمار. انا من بعد ديت معايا القميري عبد القادر، اييه، وديت معايا الطونيو عريال، وديت معايا بوعريف الى دربا. لا ديتي معاك هاد الاخوان هادو، ديتيهم معاك للرجاء. الوقت اللي سينا في الرجاء تكفينا في واحد 1951. كان سيدي ليسا سيدي 13 عام. كان السي عبد القادر جلال رحمه الله كان تيصف. انا باقي تراقي الى نقولوا هذاك السيد الله يرحمه اللي ضحى في الرجاء واعطى الرجاء رحمه الله ومات فقير، الله يرحمه بارك عليه وسعه جات الكياري دابا. هذاك السيد اللي كنتو تيتريني بالمينين والكادي والجينيور والدوزيام والريزيرف والكيب بروميير بوحدو تيصرف عليهم مسكين كلهم داير لهم مقسم. هذاك السيد اللي تيقول هو اللي لقيتو مدرب
الرجاء كيفاش تبديتي؟ السبب ديالي في الرجاء هو سي عبد القادر جلال الله يرحمه، بيعطى الجميع مؤسس وعطى الجميع وجرو. كان ديك الساعات كنا كيقلب يبان له شي واحد كيقلب كيبحث، سواء كان الحاكم سواء الناس الحموسيين، كيمشي مسكين يتعذب وكيمشي ويجيبو. عندي التاريخ باش كيفاش جاب حمان وكيفاش جابني انا وكيفاش جاب اي واحد في الرجاء، جابهم هذاك السيد وتعذب معاهم وتوحد. حميد بايش، حمان، الظلمي، غاندي واللائحة طويلة ما تساليش. قد تضحيات هذا الرجل في سبيل مصلحة الراجل. هاد الاساطير تخرجوا من مدرسة عبد القادر جلال، هو اللي حط اساسيات دقة دقة والفراجة والدريبل. هو اول من حط الدراري ديال المدرسة رمى السير في ماتشات باش يولفوا على ضغط الجمهور، وكان كيوكلهم ويكسيهم من جيبه بحسب ولاد الراجل ولادو. عام 1983 ملي كان جاي للوازيز وجايب معاه مستلزمات ديال لونطريمون لولادو ولاد الراجل، تعرض الحادثة اللي فقد فيها يدو ورجع يخدم بعد 6 شهور. وانا كنكتشف هادشي تفكرت لي دفعو مالاضي وخوه بالفرقة في وقت اللي هي كتعاني، والسبب جا اكتئاب حيت شد 100 مليون. المهم هادشي ماشي موضوعنا. الرجل الشام كالنخلة تعطي ثمارها للجميع، واللئيم كالشوك لا ينتفع به إلا نفسه. عام 1997 رحل جلال دون تكريم أو حتى دقيقة صمت. في لحظة كل شي تناسى تضحية هذا الرجل العظيم. هذا هو السبب اللي خلاني نبدا به أول فيديو يتحط في القناة. كعرفان بسيط لتضحياته، الرجل اللي جعل من الراجل كيان مات كما عاش منسيين. هذا هو عبد القادر جلال. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو باش يعرف جيل اليوم أن الراجل تبنات بتضحيات رجال عظماء. خرجت مع الزنقة تلقى واحد الراجل كان وقفت يتفرج. هذاك الراجل هو السي عبد القادر جلال الله يرحمه، الله يرحمه ولي برحمته. قال لي ما تبقاش هذه الفقره ديال النصارى.